نطلع كام نفر حراسه لحدود الجبل من نواحيكم. مش عايزين حد يدخل وسطنا، ولو الحكومه عرفت ان في حشيش ممكن يتزرع هنا هتلاقي الطيارات فوق راسنا والجيش هينزل يحوطنا من كل ناحيه وهنروح بداهيه كلنا. همنا بيننا وبين بعضنا مقدور عليه، لكن لما الهم ده يجينا من بره هيبقى خطر وهيحطوا فوق راسنا كلنا. ارمي. لا بابا لا بابا النبي. ارميك في المايه يا حسان يا ابن مناع. لا والنبي يا بابا. ارميهولك يلا. ارميه يا بابا والنبي. خد يا توفيق يلا هوب. والله يا مناع انت اللي معلمهم الشجاوه. يلا خد اخوك اهو. الحقني يا جدو الحقني يا جدو الحقني يا جدو الحقني يا جدو. دلوك الحقني يا جدو، وجدو هيعمل لك ايه؟ كنت معاهم يا راجل ولا كبرت خلاص وعجزت؟ ده كان زميل ابو هيف في المنتخب القومي. مسخر على ابوي. ما عاش ولا كان يتمسخر على ابوك. ايه القمر اللي انا متجوزه ده؟ يا عسلة العسلات يا مرات مناع حسان. انا هروح انزل الميه احسن. يا بختك يا ميه. اطلعوا. يلا تعالى. يلا يا ولدي يا ولدي يا ولدي.
يا اهلا يا اهلا يا مناع بيه. اهلا يا باشا. حقيقه يا مناع بيه سمعتك وشعبيتك الكبيره في سوهاج هي اللي خلتنا نختارك تمثل الحزب بتاعنا في الدوره البرلمانيه الجديده. يا باشا انا مقدر تماما ترشيحكم وعارف ان النجاح معاكم مضمون. الاحزاب المنافسه اختارت اللي يمثلوهم وكلهم تقريبا رجال اعمال وانت عارفهم، لكن احنا واثقين انك اقوى منهم كلهم لان مشاريعك في سوهاج كلها لخدمه الناس. يا باشا دول اهلي وناسي، ان كانش الواحد مننا يخدم اهله وناسه امال يخدم مين؟ اتفضل يا مناع بيه. امضي على استمارات الترشيح وانا اوعدك ان الحزب هيقف وراك بكل جوه عشان نضمن كرسي في البرلمان. ده شرف لينا يا باشا. وادي ايه مضتي. بس يا رب الانتخابات ما تعطلني عن شغلي. وجودك في البرلمان هيديك حصانه ويخليك تحمي مشروعاتك وتكبرها اكتر واكتر. يا باشا الحصانه الحقيقيه في حب الناس، وربك بيسبب الاسباب. ربنا يجعلنا سبب لرزقهم وفتح بيوتهم. وعشان كده احنا اخترناك عشان ما يقولوش علينا يا مناع بيه بنزوروا في الانتخابات. ما تقلقش يا باشا، اطمن. الحمد لله كده ضمننا كرسي في البرلمان. بعدين في الغبي ده بعدين يا مناع يا مجنون كده عايز تسبقني؟ لبيك لبيك يا نور العيون. كده تسبقني؟ فينا من الحركات دي. انا جبت لك الفيلا دي عشان تدخليها قبلي واشيلك على خفوف الراحه كمان. اخسر عليك، ده انا ابوي صعيدي والله تخرج. ده انا طخ ابوه اللي جاب ابوه. طب ايه رايك ادخل بك كده عشان اغيظه واعرفه انك اهم واحده عندي. مفيش غيرك انت يا حبيبي. ما بلاش الكلام الحنين ده لحسن يمين بالله اخدك ونطلع من الباب الوراني لا يهمني امك ولا ابوك ولا العيال. ها همني يا ولد حسان قلت لك. حزن ابوي حتى في الصيد كلك رجه وحنان مالكيش حل. اخدك من الباب الوراني بلا عيال بلا خوته. ايه ده جبل ملبن. حشيشه زينه بس ناشفه شويه. ابوك الله يرحمه مات بحصرته على اول زرعه بوظتها له، وبقالك سنين بتبوظ في الطبخه وعمرك ما طلعت حشيشه زينه زي بتاعت زمان. لسه عندي حشيش من القديم، خدها حطها جنب بتاعتك عشان تعرف الفرق. ما باينه زي الشمس يا مغاوري، دي طريه وزي الملبن ومزيته، ودي مقشفه زي رجل ركاب المعفنه. شم دي حشيش دي ولا مش حشيش؟ والنتيجه يا ولد اخوي النتيجه ايه؟ عنبوها برخص التراب وما بجيبش همها. ما تستنصحوش علي، قلت لكم اللي يعرف يعمل فيكم حاجه يعملها. بلمتوا. يا مين يقدر يطلع لنا السر من بطن حسان؟ كان وفر علينا ملايين ضاعت علينا كل سنه. قول يا مين ينولنا راس مناع.
اسمع يا كبير، أنا مش ندمان إني خالفت كبيري حسان وتبعتكم. أقول لك حاجة، أنا بقيت نفر منكم خلاص، وولدي بقي جوز أختك وخلف منها، يعز علي أخدهم ونعاود العيلتي. جرالك ايه يا مغاوري؟ هددني اياك، عايز تمشي امشي، لو جودك بيزودنا ولا غيابك بينقصنا. سامع هذه بقلة حياة. انت كمان يا مغاوري شايفه زمقان ومتضايق وجاي تزود همه، هيعمل لك ايه يعني؟ عيب، انا زي ابوه. انا ابوي مات وفاتني كبير، واللي يحاول يكبر عليا ادفنه بالحياه في ارض عيلتنا. خلص الكلام. خد يا مغاوري، طر على قلبك. يا ابويا البت سلمى ضربتني. وانا كمان هضربك بالجزمه القديمه. كيف تخلي بنت تضربك؟ انكشح من هنا. خلاص روح يا حبيبي، العب مع العيال بره، روح. ايه يا همام، ارمي دي العيال اللي بيلعبوا مع بعض، في ايه؟ يعني بنت شاهين تكسر شوكة ولدي؟ انت يا زينه، انت يا حبابه، انت يا نيله. ايه يا همام، في ايه؟ مالك مش طايقني ولا طايق جوزي ولا طايق عيالي كده ليه؟ لو بنتك المجروده دي ضربت ولدي بعد كده قسما بالله لكون قطع لها ايدها. طب ايه يا همام؟ هتعمل عدلك بعد العيال ولا ايه؟ خليك في حالك يا شاهين، مش لادت عليك الحديد ده. على قول ابوك خد مرتك وعيالك وانكشحوا من هنا، يلا. يا بنت ابويا همام، وعمر ما سيبولك ترمح فيك وجميله. هتقلي ادبك عليا يا قلت الحال. اضرب مرتي دي تاني يا همام، واضربك انت كمان. والله العظيم، والله العظيم لو يدك اتمدت على سلاحك يا شاهين لكون مفرغ طبنجتي فيك، فاهم ولا لا؟ لا حصلت يا همام، ماشي طالما ما عملتش اعتبار لحد بينا. ماشي يا همام. شاهين، هات مرتك وعيالك وخلقاتك ويلا بينا، كفايه مسخره وقله حياه. يلا هيا مغاوري يلا المركبه اللي تودي. لا حول ولا قوة إلا بالله. منك لله يا همام يا اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل انت ومرتك. خلاص يا همام، هنفوت عليك مخدرة. مش هفوت لك حد يا اخويا، اشهدي يما، سامعاني؟ اخويا طردني من بيتي. اقفلي خشمك يا زينة، وحقك هيوصلك لحد عندك. شاهين، هنروح قدامك على البيت. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا خالقي، اشهدوا عيلة البندرية، اخويا كبيركم طردني من بيت ابويا بخناقاتي. بس الكتم فضحتنا ولميت علينا الناس. بتفضحيني يا زينة؟ بتفضحيني قدام الخلق؟ طب مالكيش حق عندي، ورثك كله راح في الحشيش البايظ. من يوم ما بقيت كبير يا همام ما شفناش خير، يا ريتك قعدت صغير بدل الفجر اللي حل علينا. تغلط في كبيرك يا شوقي. طب يمين بالله لكون مجوعك ومجوع عيالك. يلا غوروا من هنا، انقشها من هنا، يلا. هي فوجة ولا ايه؟ خلاص يلا غوروا، كل واحد يشوف مصالحه. احنا متفقين نتلكك شاهين وطردوه، مش تعادي عيلتك كمان. ما انت شايف عمايل شوقي محروقين يا ولد اخوي، بقالهم سنين بيزرعوا ويقلعوا وما شافوش ولا مليم. وانا اعمل لهم ايه؟ السنه دي جبت لهم طباخ حشيش من السمطه، وادي النتيجه طلعت حشيشه زي الجبس. انا شرطت عليه لو باظت هيتحمل ثمنها، هجيبه هوريه نتيجه اللي هو عمله، يا اما يتحمل ثمن الحشيش يا اما هعلن الحرب عليهم كلهم. انا تعبت يا عمي، محدش عارف ان كان نحس ملازمنا ولا غباوه مننا. خايف الفلوس اللي حوشناها العمر كله تضيع ونموت من الجوع. إن لله مناع هو سبب كل بلاوينا. لا يا عمي، مناع له، مناع عمره ما خاني. لو كنت قدرت اعطر فيه كانش عز عليا سر الطبخ. مناع ضحك عليك وعلينا كلنا، والخواجه كان عارف نيته لما لقيه مخبي سر الطبخه ومش عايز يعلمها لحد، ويا ما عرف ان الخواجه عايز يعلمني سر الطبخه بدل الحشيش بالحنه ووقع بينا وخلاك تقتله عشان يفضل سر الطبخه معاه هو وبس. وهو لو كان نيته شر كان بطل حشيش وخلى عيلته تبطل زراعته. وهو كان عارف ان احنا هنحتاسه من غيره عشان يجبرنا نمشي طوع امره، وادي النتيجه.
كل سنة المحصول بيبوظ. والعمل ايه يا عم دلوك؟ رجالة العيلة بيسرقوا من غطاء المناعة الجديدة واكلهم. حسان اشتكالي بعد ما مسك كام نفر من عندنا. خلاص عيلة البندرية هتقلبوا حرامية. وفيها ايه يعني؟ يا ما حسان يهملهم ياخدوا اللي هم عايزينه. ما عنده اكتر من 100 فدان. مش حكاية يعني لو سرقوا محصول فدان ولا فدانين، لا هيزودوا ولا هينقصوا. وهبتنا يا عمي، هبتنا تروح فين؟ بعد ما كنا اسياد النجع كله كان خيرنا عليهم. يبقى خلاص يا ولد اخوي، تسمع كلامي ونبيعوا محصول الحشيش اخضر لعيلة عمران زي ما طلبوا مننا، ويطبخوه هم وياخدوا الطاقة 10. على الاقل ترضى عيلتك ويلاقوا فلوس يعيشوا منيها بدل ما يتقلبوا كلهم حرامية زي ما بتقول. حاضر يا عمي، هنبيع نص المحصول اخضر. كويس كده؟ يا ولد اخوي، وليه ما نبيعوه كله؟ نخلوا النص ليه؟ ونوقعوا نفسينا في تجارب عفشه ملهاش معنى. لا يا عمي، انا ما استسلمش ابدا. مناع مش اذكى مني ولا اشطر مني. انا هعمل المستحيل عشان اوصل لسر الطبخه واعوض عيلتي عن كل اللي فات. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ولد عمي، اهلا يا منظريه، اهلا وسهلا. اهلا بيكم. مبروك عليك المحصول يا كبير. والله فلحت يا سي حسان وعيلتك كلها فلحت وراك. اصل الكبير الزين بيوصل اهله للخير. بقالكم كتير بتزرعوا في المخدرات وما سمعتوش كلامي. خدتوا ايه؟ هو بيدنا يا كبير، ما انت راسي على الحكايه. كيف بيمشينا كبيرنا بنمشي وما نقدرش نخالفه. عارف ان ذنب كل عيله في رقبه كبيرها. والعيله اللي ربنا يحبها يرزقها بكبير زين، واللي غضبان عليها يرزقها بهمام. عيب عليك يا شوقي، دين كبرنا في غيابه. انا قلتها في وشه ولا همني؟ ما الراجل اللي يزعط اخته وجوزها وياكل حقهم ما نسلمش من اذاه. همام زعت شاهين واد مغاوري وزينه. ايوه قدامنا كلنا، وزينه تبكي وتنوح. عموما زينه متجوزه واحد اصله مننا، واحنا مش هنفرد في لحمنا. واحنا حالنا بقى عدم يا كبير. المبسوطين في العيله قادرين يشتروا اللي يحتاجوه، والغلابه يسرقوا اللي ياكلوه. يرضي ربنا ده؟ والسرقه كمان ما ترضيش ربنا، لكن الشغل والعرق بالحلال في الارض هو ده اللي يكفيكم. وانا فاتح دراعاتي ليكم. انزلوا اشتغلوا مع الناس وكلوا من عرق جبينكم. احنا في دلوك يا كبير النجح. الخير كتير والحمد لله. انزلوا مع اخواتكم، يلا اشتغلوا. يلا يلا يا رجاله انزلوا، قلت لكم عمرنا ما هنهون على كبير النجح. واد يا بكري انت يالا. نعمين يا كبير نعمين. خد شويه القمح وحطه على حمار وحطه قدام بيت عمك مغاوري من غير ما حد يشوفك، فاهم؟ حاضر. يلا. لا حول ولا قوه الا بالله.
اختي، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا لو حد شافني هتبقى فضيحه استاهل عليها القتل. اعمل ايه؟ انا هدخل الزرع استر نفسي واعصر خلقاتي. لكن مصيبه، يا لهوي يا لهوي. يا مرك يا نسمه، يا مرك يا مرك. نسمع، راحت فين البت دي؟ تحتي. بنت يا بنت، واه شوف البت ده حتى ما غسلتش الخضار. لبسي. انت يا بنت يا نسمي. ايوه يما، جايالك طلعلك اهو. صوتها جاي من الناحيه دي. انت يا بنت. ايوه بتعمل ايه عندك يا بت؟ وايه اللي مغرق هدومك كده؟ اسكتي يما، مش كنت هغرق في المسجد؟ بغسل الخضار وجع مني، مديت يدي علشان اجيبه، انقلبت زرع بصل في المسجد، كنت هموت. ربنا سترها الحمد لله. زرع بصل يا نسمة؟ طب شوفي لك كدبه زينه عشان نصدقوها. واه انا كدابه يا بت، هو في واحده توجع في مسجد مليان ميه من غير ما راسها تتبل؟ اهو اتقلبت وخلاص. ربنا رفع راسي لفوق علشان ما اشركش واموت يا خالتي. بعد الشر عليك يا ضناي. تعالي امشي بيني وبين خالتك لحد ما نوصل البيت. حاضر. ايوه لحسن يقولوا المبلوله اهي، المبلوله اهي. دمك بينقط عسل يا خالتي. امشي من سكان. حاضر. احمدي ربنا ان مفيش حد من الرجاله شافك، كانت بقيت فضيحه. الحمد لله. استري نفسك يا بت. حاضر. يلا. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي معاكوا ده؟ ده خير كتير من ارض عمك حسان، روح خد نصيبك. كل ده من ارض عمي حسان؟ ده كتير قوي، واحنا اتفقنا معاه نشتغل في الارض وناخد حقنا. وما خفتوش من كبيركم همام؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا يرحم ولا خلي رحمة ربنا تنزل، خليه يعمل ما بداله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. يا ما انا شمتان فيك يا همام يا ولد البنداري. كده مينهم راحهم كأن العيلة ملهاش كبير. هو ده اللي حصل يا كبير. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اسمع يا بابا، انت تروح تلف على بيوت البندريه بيت بيت، قول لهم اللي هيقبل على روحه يشتغل اجري عند عيله حسان يبقى بيجيب العار لعيله بنداري ويستحق القتل. خلاص يا عمي، ما بقاش في نخوة ولا إحساس بكرامة العيلة اللي بتتبهدل. سامحنا يا كبير، الناس جعانه. بصراحه انا عرفت انهم كانوا رايحين يشحتوا، والناس شغلوهم وادوهم عرقهم، وهم الاولى يا كبير. كمان رايحين يمدوا يدهم. كيف ارفع راسي قدامهم بعد كده؟ ده كان اكرم لهم لو كانوا راحوا يسرقوا بدل ما يشحتوا. على الاقل القوي هو اللي يقدر يسرق، لكن الضعيف هو اللي يمد يده ويستنى الحسنه. روح قول لهم كبركم بأمركم، كل واحد يقعد جوا بيته وانا اتولى كل حاجتهم بدل الذل اللي حط راسنا فيه. غور بالاذن يا كبير. غور في داهيه. بعدين يا همام، وبعدين يا ولد اخوي، بكده زمام العيله هيفلت من يدك وكل واحد هيمشي على هواه. اعمل ايه يا عمي؟ اعمل ايه؟ ما كله على يدك. انا وانت رحنا لكل العائلات اللي بيزرعوا حشيش عشان يساعدونا ويعملوا لنا طبخه جديده. ايه اللي حصل؟ محدش فيهم رضي يساعدنا، حتى عيله عمران لما شيعوا لنا واحد من عندهم. ايه اللي حصل؟ ضحك علينا وخد فلوس مننا قد كده، وفي الاخر طلعت الحشيشه حطب. الحشيشه طلعت حطب. طب بقول لك ايه،
ما بلاش من الحشيش ونزرع وافيون. اوه يا عمي، احنا مش حمل عراك مع عائلة السمان. وبعدين سوق الافيون اقل بكتير من سوق الحشيش، يعني هنزرع الزرعة وبعد كده نبقى ندلل عليها، والخالطة صعبة قوي. خلاص يبقى نحط يدنا على خدنا زي الولاية ونصبر يا ما حسان يبعت لنا شوالين غلة صدقة زي باقي عيلتنا. ما قلتش كده. لو قدرت تعثر على مناع كانت كل مشاكلنا تتحل. اللي اعرفه انه في سوهاج في قلب المحافظة، واللي انا متأكد منه ان ابوه نفسه يشوفه ومش عارف يعتر فيه. يبقى انت هتوصل له كيف؟ هسافر له، ما انا لازم اعطر فيه بأي طريقة عشان شكلي بقى وحش قوي قوي. سامحني يا ولد اخوي، ما كنتش اعرف ان هم العيلة شاغلك للدرجة دي، بس انت متأكد انك لو لقيت مناع هيحل شكلك؟ اللي حضر العفريت هو اللي يصرفه. يبقى اتدلى معاك سوهاج وندعبسوا عليه سوا. لا يا عمي ما ينفعش، دي اسرار بيني وبين صاحبي ومش ممكن يقولها قدامك، ولو جيت المشوار كله هيروح هدر. للدرجة دي مناع قاطع فيك؟ وقاطع بالنجع كله. كلمة الحق مش عايزة فصال. ربنا يعترك فيها يا ولد اخوي وتعرف سره وترفع راسنا كلنا. الله يخليك سيب الفيلم ده، بحبه يا مناع. ماليش في افلام المخدرات دي، بتحرق دمي. حاجات مبالغ فيها. انا بتعجبني قصة الحب اللي في الفيلم. ما هم لازم يحطوا لك قصة حب رومانسية عشان يبلعوكي أجواء المخدرات المقرفة دي. ما كل الأفلام اللي بنتفرج عليها كده، إيه اللي اتغير يعني؟ هذا اللي جانا من وراء أفلامك. أطلع نايم الوقت في سريره وأنا كمان هنام، عندي شغل كتير الصبح. تصبحوا على خير. يا أحسان، أحسان تعالي طلعي يا حسان ينام في أوضته. سمي عليه. بسم الله. طيب أنا كمان هنام، تصبحي على خير. أنت من أهله يا نور. تصبحي على خير. علي الصوت. أنا عايزك تقولي لي إيه قصص الحب اللي عايزة تشوفيها دي؟ وهتيجي إيه يعني في قصة حبنا؟ في قصة حب أبوي وأمي. أبوك وأمك؟ دي ولا تيجي ذرة بقصة حبنا. دي قصة روتينية جدا. وإيش عرفك إنها روتينية؟ ده بابا داخ على ما اتجوزها. دخ كيف؟ صاخ يعني؟ مش ده قصدي. أنا قصدي يعني إن أي حد يعرف قصتنا هيقول كيف واحدة زيك بعيلتك وجمالك وشعرك الأصفر ده حب واحد يعني جاي من المجهود زيي. أولاً أنا اللي فزت بيك لأن أي واحدة تتمناك. ثانياً البني آدم روح، وأنت روحك واضحة وصافية زي نقطة النقل. يا حزن أبوي واللي جابني. إيه الكلام الحلو ده؟ بتقولي شعر؟ ثالثاً أيوه أنا واثقة إنك من أصل كبير ومن عيلة كبيرة كمان. وعرفت كيف يعني؟ ده الحكومة نفسها ما تعرفش عني حاجة. من طريقة حبك لولادك بتأكد إنك كنت بتحب أبوك وبتحترمه قوي. قولي كان نفسي أشوفه عشان أحس بالحب ده. لا من الحق عرفتي كيف؟ هو أنا في حاجة في حياتي غيرك أنت والولاد؟ كل حاجة كيف يعني؟ ما وراكيش حاجة غير إنك تراقبيني؟ حبيبي وأنت معايا بتسيب نفسك على راحتها. أنا كتير سمعت صوتك وأنت بتحلم وأنت بتسرح، حتى كوابيسك بقيت حافظاها. يبقى مش غريب عليا إني أعرف عنك كل حاجة. وأنا كمان. أنتوا العيال بقيتوا بالنسبة لي زي النسمة اللي بترد روحي. عارف أنا مستنية اليوم اللي يجي وتكلمني فيه بصراحة من غير ما أسألك أو أضغط عليك، لما تحس إن إحنا بقينا حاجة واحدة. نورهان، بقيتي بالنسبة لي أكبر بكتير من أنت متصوراه. معاكي بقيت مكشوف على دنيا من غير خوف، وحيجي اليوم اللي هتعرفي فيه كل حاجة. بس لازم تعرفي إن الصورة اللي جوال أبوي صورة الأب عظيم، أعظم أب في الدنيا،
وعايزك يعني لما تحكي لولادي عني تقولي لهم انه كنت كيف ابو زيد الهلالي. يا حبيبي ربنا يخليك لينا وتفضل مناع حسان، أشد من أبو زيد وأقوى من عنتر بن شداد. ما قلنا بلاش الكلام الحلو ده، خلاص ذنبك على جنبك. فطار يعني وفي جواب للبيت، اي خدمه تانية؟ لا يا بدوي، روح انت وقول لهم يحضروا العربيه للبيت. تحت امرك. اصحى يا باشا، اصحى يا سيدي البشوات، كفايه نوم كده يا سياده النائب. يا نورهان صباح الفل. صباح العسل يا عسل. صباح الفل. يلا الفطار جاهز. حاضر يا قشطه. اتفضل يا سيدي، دعوة المؤتمر العام. مؤتمر وحزب برضك؟ انت عارف انا ماليش ضغطان على الكلام اللي ملهش عايزه ده. يا حبيبي اللي عايز يكبر لازم يمشي في السكة دي، يبقى مشيها بمزاجك أحسن. ألو؟ أيوه موجود، نقول له مين؟ رئيس الحزب. وابقي فكريني اجيب لك قرفون ولا براك بري، العده اللي عندك مش عجباني. ايوه يا باشا. اهلا اهلا يا باشا. مهم جوك دي، هي لسه واصله يعني، بس انا كنت بفكر ما اجيش. وحضرتك اللي مرشح اسمي؟ اقول ايه؟ ان شاء الله. متشكرين يا باشا. في رعايه الله، مع السلامه. هي ايه الحكايه؟ وجع دماغ. هيقول لك يعني ان لازم شويه شهره على شويه تلميع، نجوميه يعني عشان اعجب الناس. يا حبيبي مادام بتعجبني يبقى هتعجب كل الناس وهتنجح ان شاء الله. بقول لك ايه؟ تعرفش واحد اسمه مناع حسان الحويطي؟ لا والله، ممكن تسأل عليه في القهوة. القهوة دي؟ إن شاء الله. التوهة اللي أنت فيها دي يا همام. بقول لك يا اخينا، تعرف واحد اسمه مناع حسان الحويطي؟ ثانية واحدة بس. راح فين؟ بحلقني ليه يا اخينا انت؟ اصل الواد قال لي ان انت عايز هتسال على سيدي مناع بيه. ايوه، انت تعرفه؟ مين انت الاول؟ انا صاحبه وحبيبه، الروح بالروح. انا الراجل بتاعه شغال في المزرعه وفي البيت معاه. انت الراجل بتاعه؟ وديني ليه دلوقتي؟ وانت صاحبه وحبيبه؟ يلا وديني ليه دلوقتي يلا. اتفضل اتفضل يا معلم. يبقى ليك الحلاوه. ربنا يخليك، اتفضل يا معلم. انت اسمك ايه؟